السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ايوه انا الست اللي بتكلمكم دي بس عايزه اقول لكم ان دي بما ان ده موسم البرتقال، فانا قلت اعيد لكم الفيديو الجميل ده من الايام الجميله بتاعتي. وكان الموضوع ده بقاله كان يعني حوالي داخل على سنتين اهو، يعني فيديو قديم من فيديوهاتنا، بس هو في الموسم بتاعنا. ماشي، تعالي بقى نعمل مهلبيه البرتقال الجميله ديت. واحنا من اوائل الناس اللي عملوها، وكانوا اهالينا دايما بيعملوها لنا كتير قوي. هاتي كيلو ونص برتقال، كيلو ونص برتقال، يا نهار ابيض، ده انت هتشهيصي البيت كله ب 10 جنيه، هتفرحي جوزك وتحلي بق وتحلي بق العيال وهتظبطي الدنيا. كيلو ونص برتقال اعصريهم وصفيهم تصفيه حلوه قوي 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 زي ما انت شايفه كده. انا كنت مصفيهم لكم اهو، معلش ده فيديو قديم يا جماعه، مش من شغلنا الجديد. خلينا ايه مع بعض كده. عندنا كيس فانيليا برتقال ومعلقتين من النشا، والسكر ده هنخليه حسب رغبه سيادتك، يا سكر انت يا مسكره يا عسل. ماشي. هاتي بقى العصير البرتقال اللي احنا عصرناه، وحطيه في حله كده على النار وارفعيهم على حطيهم في حله وارفعيهم على النار. تمام كده حبايبي. على فكره عايزه اقول لك من اطعم المهلبيات اللي ممكن تاكليها. تعالي هنا بقى نحط ايه، معلقتين سكر او 3 معالق سكر حسب رغبتك انت. حباه مزز كده وفي سنه مزازه البرتقال، ما تزوديش سكر. حباه مسكر زودي حسب رغبتك، دوقي حطي السكر ودوقي. تمام كده حبايبي. وتعالي زي ما انت شايفه كده، انا كنت بدوق لان انا مش بحبها مسكره بصراحه، بحب سنه المزازه دي. انا عن نفسي حتى حوالي 3 معالق ونص. تمام كده. خليكي معايا والله العظيم، ولادك هيحبوها جدا جدا جدا. وادي كيس فانيليا البرتقال، بيخلي لك ليها ريحه هايله هايله هايله، بيخليكي كده تاكلي حاجه خياليه. وعندنا هنا معلقتين من النشا، وهنقلب الليله دي كلها مع بعض كده وهي على النار. ليه منى مش بنحط النشا في الميه كده زي ما بنعمل مهلبيه العاديه؟ يا جماعه مش محتاجه، هي معلقتين النشا وهتدوبيهم بالمضرب زي ما انت شايفه كده هيدوبوا معاكي. المهلبيه دي غير المهلبيه دي التانيه بنحط فيها لبن، دي ما بنحطش فيها لبن، فالموضوع مش مستاهل ان احنا نعمل لنا فيلم. الموضوع ده هيخلص منك في حوالي 5 دقايق كله على بعضه يعني. فاهماني؟ وقلبناها كده على حد ما تختخت كده، تختخ 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 على حد ما استوت معانا. سيبناها تهدى شويه، مش هتكتل معاكي ولا حاجه، ما تخافيش. سيبيها تهدى وبعد كده صبيها في كاسات، في بولات، زي ما تحبي بقى. بصي هتديكي شكل وطعم وريحه في البيت رهيبه بجد، حاجه كده تحفه والله. ولو هتندمي فعلا لو ما عملتهاش لاولادك، لو هم ما بيحبوش البرتقال وما بيحبوش ياكلوه كده زي ولادي، انا بعملها لهم مهلبيه كده، الولاد بيحبوها وبيحبوا ياكلوها فعلا. ليه؟ لان البرتقال بيسقعهم، بيخليهم معلش يعني سوري يعني، دول اطفال وبيخليهم يقوموا يخشوا الحمام كتير، فما بيرضوا كل الاطفال ما بترضاش تاكله لا هو ولا اليوستفندي. فمن الاحسن ان انت ممكن تعمليها لهم مهلبيه كده، سواء هو او اليوستفندي على فكره، وبتعمل حلو جدا. بس اهم حاجه تصفيهم كويس جدا جدا جدا، ما يبقاش فيهم سنه مراره. ماشي. ادي الكاسات بتاعتنا اهي زي ما انت شايفه، انا حطيتها اهي، صبيتها فيها وخليتها جميله جدا جدا جدا. وهنشوف هنكمل ايه، هنجرنشها، هنحط لها اي حاجه. بصي بقى دي كل ده حسب رغبتك، حسب اللي موجود عندك في البيت يعني. ما مش هتشتري حاجات كتير ولا اي حاجه. عندك شويه سوداني ماشيين، عندك شويه مكسرات ماشيين، عندك حاجه من ريحه رمضان الكريم ماشيين. وهنشوف وهتشوفي انا هحط عليها ايه. ماشي. بصي بسم الله ما شاء الله، يعني كيلو ونص برتقان او كيلو برتقان يصفي معاكي ال5 كاسات دول، حلوين على قد البيت زي الفل. احنا لا زودنا ميه ولا حاجه. تعالي بقى، كان عندي هنا مشمشيه وقراصه فايضين من رمضان. ماشي. طب احط ايه ولا ازوقها بايه؟ رحت حاطه كده شويه جوز هند، عندنا من برضو من الحاجات اللي هي فايضه، والله انا ما اشتريتش اي حاجه. شويه جوز هند كده على الوش، خلت شكلها ولونها وطعمها جميل جدا جدا جدا. كان عندي قراصيه ومشمشيه، حابه تحطي مشمشيه، واحده مشمشيه على الوش كده كان بها، حابه تحطي واحده قراصيه كان بها. عندك شويه سوداني برضو عسل وزي الفل، اي حاجه هتحطيها عليها هتلاقي ان فعلا طعمها وشكلها رقيق جدا وحلو قوي قوي قوي. انا حطيت واحده قراصيه كده، حسيت ان اللون الاورنج محتاج حاجه تظهر عليه، يعني انا كان ممكن احط المشمشيه، لكن انا يعني حسيت ان اللون الاسود دوت اللي هي بتاعت القراصيه ديت هتظهر عليه اكتر يعني. فاهماني؟ وفعلا هي زي ما انت شايفه كده. وهي كان بيها بالله عليكم، احنا ما اتكلفناش حاجه، كله كان عندنا يا دوبك. احنا اشترينا ايه، شويه البرتقال اللي هو كيلو البرتقال اللي هو الموجود الايام دي ب 10 جنيه او ب 8 جنيه حاجه زي كده، حسب ما هتجيبيه من منطقتك. بالله عليكم حلو المهلبيه ولا لا؟ لو عجبتكم المهلبيه بتاعتنا ادوني لايك وادوني شير وقولوا لنا تسلم ايدك يا منون زي ما احنا متعودين، وادعوا لي دعوه حلوه، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.